كيبدا الفيلم ديالنا من وسط البحر بواحد الفيروس خطير كينتشر في الاعماق. من بعد كنشوفوا راجل ومراه في وسط البحر. الراجل بغى يتزوج المراه وهداها الخاتم، ولكن فجأة اختفى تحت الماء. المراه تخلعات وما عرفاتش شنو وقع. واحد شويه حتى طلع قدامها وكله دم، وما انتبهتش بلا موراها زومبي وقتلها حتى هي. هنا كنشوفوا مجموعه ديال الاصدقاء في واحد اليخت، وهما شو وراي وبنت سميتها جيده، وكان قدامهم شي وحدين كيحتفلوا بالالعاب الناريه. حتى شعلت العافيه في الفلوكه ديالهم. الاصدقاء بسرعه مشاو لعندهم وطفاو العافيه، ومن بعد ما سالاو شو وصحابو رجعوا لليخت ديالهم. في واحد اللحظه راي فرح حتى السناره ديالو شدات شي حاجه ثقيله. في الاول يحسبهم صيدوا شي حوته كبيره، ولكن منين طلع السناره كانت فيها جثه زرقاء، وهاد الجثه هي ديال داك الراجل اللي شفنا في اول القصه. نزلوا الكاميرا في الماء وتصدموا حيت شافوا شي ضو غريب في وسط البحر، ولكن ما عطوهش اهميه. جو قال لجيده تخرج الكاميرا من الماء، وقال لها خصنا نمشيو باش نعرفوا شنو القصه ديال هاد الجثه. شويه حتى اختفت الجثه ديال الراجل من اليخت، وعلى غفله تلاح وعض جيده من عنقها. تما عرفوا ان هذاك زومبي. حاولوا يقتلوه ولكن ما ماتش، حتى رماوه من فوق اليخت باش يتهناو منه. جيده كان عندها نزيف خطير، وهما ما كانوش عارفين شنو يديروا. شو اتصل بالصديقه ديالو كنزي وعاود ليها شنو وقع، وقال لها جيده مجروحه وحالتها خطيره. كنزي كانت طبيبه وجابت معها الاسعافات بسرعه، وخدوا جيده للسبيطار. موراها شو مشى يتكلم مع واحد البوليسي سميتو اكوني وعاود ليها شو وقع. اكوني ما صدقش هاد القصه العجيبه، ولكن بدا يتيق منين شاف اللون ديال الماء تبدل. اكوني وشو مشاو باليخت للبلاصه اللي وقع فيها هادشي، ونزلوا الكاميرا تحت الماء وشافوا شي حاجه غريبه كتحرك، ولكن ما عرفوش شنو هي. وعلى غفله خرج بزاف ديال الزومبي ومشاو لجهتهم. اكوني عيط على البوليس صحابو وقال لهم خصكم بسرعه تهربوا الناس اللي قراب من البحر حيت كاين فيروس خطير. هنا شو اتصل بكنزي وقال لها ترد البال الجيده وتدخلها الحجر الصحي حيت عضها زومبي مسموم. موراها كنشوفوا الماء ديال البحر كيرجع بحال تسونامي، وصنع موجه كبيره عامره بالزومبي. منين شو شاف هاد الموجه الكبيره قرر يهرب بسرعه قبل ما يغرقوا، ولكن بسبب الموجه الكبيره الناس ما لحقاتش تهرب، والزومبي بداو يهجموا على الناس. شو اكوني خرجوا وصلوا للشط، وكان داير بهم بزاف ديال الزومبي كيعضوا في الناس. اكوني وشو حاولوا يساعدوا الناس ويعتقوهم من هاد المجموعه ديال الزومبي الخطيره، ولكن الزومبي كانوا كتار في كل بلاصه. جيده ماتت بسبب الحاله الخطيره، ولكن مورا شويه د الوقت تحولات زومبي حتى هي، وهجمات على صديقها ري اللي كان حداها. تما دخل الطبيب اللي عندهم فمشات هجمات عليه وعضته حتى هو. وري استغل الفرصه وحاول يهرب، وكان رجعوا لجهه البحر وكنشوفوا اكوني مازال كيقتل الزومبي بالسلاح، ولكن والو ما كيموتوش. من بعد كيهرب هو وشو بسرعه الكوميساريه باش يشرحوا لهم هاد الكارثه، وغير ركبوا في الطوموبيل حتى لقاو جوج راكبين فيها. اكوني كان غادي يقتلهم حتى يحسبوا حتى هما زومبي، حتى شرحوا ليه بلا ما تقاصوش وباقيين صحاح، فخداهم معاه وتحركوا بسرعه. وهنا كنزي ما كانش عارفه اش وقع، ومنين كانت غاده في السبيطار تشوف جيده كيف بقات، شافت السبيطار كامل خاوي. شويه حتى بانت ليها جيده كتعض في الناس، تخلعت وهربت منها، وجرها راي ودخلها لواحد البيت وسدوا عليهم. موراها كنشوفوا اكوني وشو والزوج اللي معاهم وصلوا للكوميساريه وتلاقاو بالبوليسي بول تما، ولكن الزومبي كانوا وصلوا لعندهم وبداو يهجموا عليهم. هذاك اللي كان راكب معاهم رمى صديقته للزومبي باش يعضوها هي وهو يقدر يهرب. ومنين دخلوا لداخل شو تعصب عليه على هاد الجريمه اللي دار، ولكن جاوبهم بالله هو عتقهم كاملين، واي واحد في بلاصتو كان يدير نفس التصرف. وبالخلعه سرق الفردي من داك البوليسي وهددهم بالله غادي يقتلهم كاملين الا ما حطوش السلاح اللي عندهم. وتما ضرب البوليسي بالسلاح وقتلو، وقبل ما يدي السلاح الاخر شو قدر يزرب عليه وضربوا لراسو حتى غيب. موراها شو واكوني حاولوا يتصلوا بشي مسؤول ولا يعلموا الجيش باش يدخلوا ويعتقوا الناس، ولكن حتى حد ما جاوبهم، وهذا الشيء زاد قلقهم ليكون العالم كله تصاب. هنا شجعوا راسهم وخرجوا لبرا باش يتحاربوا مع الزومبي، وربطوا داك الراجل مع الكرسي باش يهجموا عليه الزومبي. شو اكوني خرجوا وقدروا يقتلوا بزاف ديال الزومبي، وصلوا للطوموبيل ومشاو بها. داك الراجل فرح تلقى السوارت وفك راسو، ولكن فاش كان باغي يخرج دخلت عنده البنت اللي دفعها على الزومبي فهجمت عليه وقتلاته. هنا كيبانوا لينا واحد جوج اللي هما داج وسام، كانوا في واحد الحفله ودابا هربانين من الزومبي. صاحبهم كان ناعس في الطوموبيل حتى جاو فيقوه باش يفتح عليهم ويدخلوا، ونزل هو يتقاتل مع الزومبي، ولكن العدد ديالهم كان كتير بزاف، غلبوه وعضوه حتى مات. داج وسام حاولوا يخدموا الطوموبيل باش يهربوا، ولكن ما بغاتش ديماري. وهنا كنشوف واحد البنت سميتها اني وهي خد سام، وكانت هربانه لدار واحد سميتو داركو، وطلبت منه يعتقها ويدخلها لعنده قبل ما يوصلوا ليها الزومبي. في الاول ما بغاش حيت خاف لا تكون تعادت بالفيروس، ومنين تاكد فتح ليها الباب وخلاها تعيط في اللاسلكي لباها.
وهنا كنعرفوا ان باها هو اكوني. قالت ليه انا في داركو بلا ما تخاف عليا، ولكن باها خاف وقال لها حضي راسك منه، يقدر يكون مريض ولا شي حاجه. جاوباتو بلا دارو محميه والزومبي ما يقدروش يدخلوا ليها. قال لها بلا غادي يمشي يعاون اختها سام وموراها غادي يرجع عندها. هنا اكوني وصل عند سام وقال داج طلع فوق الطوموبيل وضرب باش يتلف الزومبي ويعطي فرصه لسام باش تهرب لعند باها. وفي اللحظه اللي بغاو يعاونوا داج حتى هو هجموا عليه الزومبي وعضوه. من بعدها شدوا طريق ومشاو للسبيطار باش يعتقوا كنزي وراي. وغير وصلوا سام مشات بسرعه تعلم كنزي في التليفون باش تطلع للطبقه الثانيه. شو قدر يقتل الزومبي بواحد السلاح فيه الضوء. هاد الطريقه نجحت حيت قدر يقتلهم. من بعد ما قتلهم كاملين قدرات كنزي توصل لعندهم. موراها تحركوا بالطوموبيل ومشاو لدار داركو وتما تلاقاو باكوني. اكوني بغى يتصل بشي حد يساعدهم ولكن سمع صوت الزومبي قريب، وفي الوقت اللي نزل باش يشوف اش كاين هجم عليه الزومبي وعضو حتى هو. وتما كلهم دخلوا لعندو. داركو قتل الزومبي بالضوء ولكن اكوني تعض والفيروس انتشر في جسمه وصحابو حزنوا بهذا الشيء اللي وقع ليه. وهنا سولوا داركو علاش مخبي عندك الزومبي في وسط الدار. جاوبهم بالله هو اول واحد عرف بهذا المرض الخطير وخبى عنده هذا الزومبي باش يدير عليه التجارب ويعرف العلاج المناسب. وفي هذه التجارب اكتشف بالله كيموتوا غير بالضوء. من بعد خرج هو وكنزي وبداو يقتلوا في الزومبي باش يهربوا من تما باش ينفذوا الخطه ديالهم ويقضيو على الزومبي كاملين. وفي الطريق وقفوا شويه وقبل ما يتحول اكوني قال لهم على معلومات مهمه بالله هو عارف السبب ديال هذا الفيروس. حتى قبل شهر من هذه الكارثه جات شركه سريه للمنطقه وبدات تصنع شي ادويه باش تخلي الانسان يبقى صغير وما يكبرش، ولكن هذه الادويه كانت خطيره على البشر ورجعتهم زومبي. وقبل ما يكمل كلامه حتى هجموا عليه الزومبي. اكوني خدا قنبله من عند بنته وقال لهم نتوما هربوا وانا غادي نتصرف، وتسنى حتى تجمعوا عليه الزومبي وفرقع القنبله ومات معاهم. من بعدها مشاو ينفذوا الخطه ديالهم وكان خاصهم يتقسموا لجوج فرقات. الاولى غادي يجروا الزومبي للبحر باش يقتلوا اكبر عدد منهم، والثانيه غادي يديو قنبله ويمشيو يفرقعوها في ديك البلاصه الزرقاء اللي في البحر حتى هي سبب الفيروس وباش ما يرجعش ينتشر. شو هجم عليه واحد الزومبي قوي وقريب ما قتلو، ولكن شو كان عنده سيف فيه الضوء وقدر يقتل به الزومبي. موراها كنشوفوا بلا قدروا يفرقعوا القنبله في البلاصه الزرقاء وهذا الشيء بفضل راي اللي ضحى براسو. وفي نفس الوقت قدر شو يقتل الزومبي كاملين في البحيره بالضوء. وبهذه الطريقه تهناو من الفيروس والزومبي في نفس الوقت. كانت هذه نهايه الفيلم. وكالعاده ما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك في القناه باش تفرجوا في الملخصات الجديده. تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.